النهارده من غرفة العمليات وقبل إجراء جراحة تصغير الثدي، حبيت أتكلم معاكم سريعًا عن إجراءات تصغير الثدي وأهمية العملية دي. عملية تصغير الثدي من العمليات المهمة جدًا في جراحات التجميل، لأن هي مهمة على الشكل من الناحية الشكلية، إن شكل الثدي الكبير بيكون مش أحسن حاجة وبيعمل لنا مشاكل في اللبس وفي المقاسات بتاعتنا، لأن بييجي لي ناس كتيرة جسمهم كله كويس لكن عندهم حجم الثدي كبير. الحاجة التانية المستوى الطبي، لأن الثدي الكبير بيعمل اوفرلود على الفقرات العنقية وعلى فقرات الظهر، بيسبب لي ألم شديد أو بيسبب للبيشنت ألم شديد. بتجيلي سيدات كتيرة بيقولوا لي يا دكتور أنا ماشية منحنية بسبب كبر حجم الثدي، أو إن أنا ببذل مجهود كبير عشان أقدر ستريت في وجود حجم الثدي الكبير ده، فكل ده تحميل واوفرلود على فقرات الظهر. الحاجة التانية لا قدر الله الثدي حجمه كبير بيكون عرضة أكتر للتليفات وللأورام، فبالتالي تصغير الثدي بيساعد على الشكل من الناحية الشكلية ومن الناحية الوظيفية. طيب عملية تصغير الثدي من العمليات اللي برضه ما بتسببلناش ألم خالص تقريبا، تبقى الدنيا فيها لطيفة جدا، عملية مدتها حوالي من ساعتين ساعتين ونص على حسب الحالة. الآثار بتاعة العملية بتختفي، الثدي من أكتر الأماكن اللي بنقول عليه كده بيسامح في الجروح بتاعته، بيسامح يعني إيه؟ يعني ما بيسيبش علامة تذكر. خلال تقريبا 6 شهور من العملية الأثر بتاع الجرح بيبقى حاجة بسيطة جدا لدرجة إن في ناس ما بتشوفوش أو ما بتلاحظوش، وخصوصا مع استخدامنا للماتيريال البريميوم من ناحية الخيوط من ناحية التكنيك اللي احنا بنشتغل بيه في العملية، بيخلي الأثر بتاعنا كويس جدا. شوية معلومات مهمة عن تصغير الثدي. تصغير الثدي لا يؤثر على الرضاعة، بمعنى ان السيدات اللي بيعملوا عمليه بعد كده يقدروا يرضعوا بصوره طبيعيه جدا، احنا ما بنشيلش الغدد اللبنيه اللي موجوده بصوره كامله. الحاجه الثانيه تصغير الثدي بيحمينا او بيقينا من امراض كثيره زي الامراض التليفات وزي الاورام. تصغير الثدي من العمليات اللي نتيجتها فوريه وفترة التعافي منها قليلة جدا، تكاد تكون شبه منعدمة، يعني احنا تقدر تنزلي شغلك تقريبا بعد العملية ب4 أو 5 أيام بنكون قادرين ننزل شغلنا ونعيش حياتنا بصورة طبيعية جدا جدا جدا. عملية تصغير الثدي من العمليات اللي أنا بحبها جدا، عملية أنا بحب أشتغلها بمهارة وكفاءة عالية جدا، ونتيجتها بتكون هايلة ومضمونة بنسبة 100%.